هنعمل النهاردة أكلة مفيش حد بيختلف عليها. النهاردة هعمل معاكم محشي الكرنب. عارفة إن في ناس كتير بتستصعب المحشي أو بيطلع معاها معجن شوية أو بيفك في الحلة. فالنهاردة هقولكوا على أحلى طريقة ممكن تجربوا بيها المحشي ويطلع معاكم مفلفل ومستوي ومش معجن خالص. يلا بينا نبدأ ونشوف طريقته. وياريت تركزوا معايا في الفيديو عشان في تريكات بسيطة هي اللي بتعمل فرق في الطعم وكمان الريحة. أول خطوة وبالنسبة لنا دي أهم خطوة وهي تجهيز الكرنب. الكرومبا زي ما انتم شايفين كده بيكون عليها ورق اخضر خارجي. الورق ده بيكون ناشف، واحنا طبعا ما بنستخدموش فبنبدأ نشيله بالسكينة. الورق ده احنا مش محتاجينه في الحشو، احنا عايزين الورق اللي بيكون جوه اللي هو بيكون قلبه ابيض. وعشان المحشي يكون طعمه حلو لازم تنقوا الكرومبا صح. احنا بنختار الورق اللي بيبقى تخين حاجة بسيطة، لانها بتخلي المحشي طعمه احلى وكمان بتحافظ على شكلها لعند ما يستوي. وعشان الكرومبة تفكي معاكي في السلق ورقة ورقة ومن غير ما تتقطع، دلوقتي هنشيل الراس او القلب اللي في النص ده بالسكينة كده، وهنمشي بشكل دائري حوالين الراس وهننزل بالسكينة لتحت شوية عشان نضمن ان احنا فصلنا العروق من جوه. وبالنسبة للسلق فاحنا معانا طريقتين للسلق، يا اما نفصل الورق ونسلق كل واحدة لوحدها، والطريقة دي برجحها اكتر لو مبتدئين، او ممكن ناخد الكرومبية كلها على بعضها ونحطها في المية السخنة. وفي الفيديو هوريكم الطريقتين بتوع سلق الكرنب. عشان اللي بتخاف الورق يتقطع منها، هنسلق ورقة ورقة في الأول وبعدين هوريكم ازاي نسلق الكرنبة كاملة على بعضها. في حلة فيها مية مغلية هنضيف فيها معلقة ملح ونص معلقة كمون. أنا كنت فكيت ورقتين من الكرنبة، بس ده الورق الحلو مش الورق الأخضر اللي احنا شلناه ورميناه. والورق اللي فكيناه ده هننزله في المية المغلية واحدة واحدة. والورق اللي بننزله ورقة ورقة ده ما بياخدش وقت خالص، يدوب من دقيقة لدقيقتين بالكتير. أول ما لونه يبدأ يفتح ويطرى معاكي طلعيه فورا، لأن الورق بيكمل سوا من سخونيته بعد ما تطلعيه. تاني طريقة في سلق الكرنب وهي إن احنا هنسلق الكرنب على بعضها، بتاخد وقت أطول شوية. احنا بنحط الكرنب في المية بحيث ان الجزء اللي احنا قورناه أو شلناه ده هو اللي على الوش من فوق. وأول ما تلاحظوا ان اللون بدأ يتغير شوية وورق الكرنب بقى أرق، بخرج الورق على صينية واسعة وبفرده كده عشان يتهوى شوية. وأول ما بنحط الكرومبة في المية المغلية بنلاحظ ان الورق بدأ يفك من بعضه لوحده بالماسك كده، وهبدأ نسحب الورقة اللي بنلاقيها بقت طرية شوية، تطلع معانا سليمة ومن غير ما تتقطع خالص. ودلوقتي عملت معاكم طريقتين في سلق الكرومب، الطريقة اللي تريحكم اشتغلوا بيها. أهم حاجة بعد ما نطلع الورق من المية المغلية لازم نفرده على صينية واسعة زي ما أنا عاملة كده. ولو انتي لسه أول مرة تعملي محشي وعايزة تتأكدي انك سلقت الورق صح، فهتضغطي بضفرك ضغطة بسيطة على الورقة. لو ضفرك غرس فيها بسهولة من غير ما الورقة تتقطع يبقى ده السوى المثالي. كمان ممكن تمسكي الورقة وتتنيها في ايدك، لو اتنت معاكي بسهولة ومن غير ما تتكسر يبقى كده تمام جدا. لو حسيتي انها لسه ناشفة وبتتكسر في ايدك يبقى كده محتاجة ثواني كمان في المية المغلية. ودايما خديها قاعدة في سلق ورق الكرنب، ان احنا بنسلقها نص سلقة احسن من سلقة كاملة، لان الورق لسه هيستوي تاني مع الرز في الحلة، فلو سلقناه زيادة دلوقتي المحشي هيطلع معجن. بعد كده باخد الورقة وببدأ اتخلص من الجزء السميك ده. بنتني الورقة بالشكل ده وبعد كده بنبدأ نشيل العرق السميك ده بالسكينة. بعدين بلف الورقة رول كده وبقسمها على حسب حجم وطول المحشي اللي انا عايزاه. يعني انا حابة حجم صباع المحشي قد ايه، فهقسم الورق على الاساس ده. ولو حابين تخزنوه هترصوا الرولات دي جنب بعضها في اطباق فوم او اكياس تلاجة بلاستيك عادي جدا، بس اهم حاجة تصفوا المية منها كويس قوي قبل ما تقفلي الكيس. ولما بفتح كل ورقة فيهم بيبقى رول كده طويل، واقدر اقسمها على حسب حجم ورق المحشي. والحركة دي بتخليكي وانت بتحشي يدوب تقطعي بايدك على قد الصباع وتلفي في ثواني. تاني حاجة هحضرها وهي تسبيكة المحشي وخلطة الكرنب بالأخص. بحب إن هي تكون متسبكة مش نية. المحشي بيحب الزيت، ضفت هنا نص كوباية زيت، عليهم معلقة كبيرة أو معلقتين كبار من السمنة البلدي، أو ممكن نضيف زبدة لو حابين، لكن بنعتمد أكتر في خلطة محشي الكرنب على الزيت أكتر من الزبدة أو السمنة، أيا كان بقى هتستخدموا ايه. وأول ما السمنة دابت تماما
ضفت عليهم 4 حبات بصل مفرومين، معاهم كمان قرنين فلفل احمر، والبصل اللي استخدمته كان حجمه وسط. وبلاش تنعموا البصل قوي، هنفرمه فرم وسط وبيبقى حلو جدا. هقلب البصل شوية من 3 ل 4 دقايق لعند ما يدبل، يعني لونه يتغير شوية بس ما يبقاش دهبي، يعني ما تحمروش البصل. هضيف كمان معلقة توم صغيرة مفرومة ناعم، وهقلبها مع البصل والفلفل كويس لعند ما ريحة التوم تظهر. على البصل ضفت معلقتين كبار من صلصة الطماطم. الصلصة دي بيتي أنا كنت عاملاها، هسيب لكم لينك الفيديو في أول كومنت. والصلصة لما بتتقلب مع البصل كده في الأول والزيت بتدي طعم حلو جدا. هنقلبهم شوية مع بعض، وبعد كده هنضيف نص كيلو من عصير الطماطم. وبالنسبة للبهارات فهضيف معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة كمون، ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. معاهم كمان معلقة بابريكا ومعلقة فلفل اسود، ومعاهم معلقة سكر عشان الصلصة اللي احنا ضفناها. ما بنضيفش بهارات اكتر من كده، لكن لو انتوا حابين تضيفوا شوية شطة فده بيرجع ليكم. وبس كده، وبنهدي النار ونسيب التسبيكة دي تتقل وتبخر اي سوائل زيادة فيها. والتسبيكة وهي على النار كده كل شوية قلبوها من تحت لفوق عشان ما تتحرقش معاكم. بالنسبة لعصير طماطم المحشي فاحنا مش بنصفيه، يعني بنعصرها بكمية مية قليلة جدا، وبعدين بناخدها كده زي ما هي نضيفها، وفي الاخر بطفي النار، وده بيبقى قوامها في النهاية تقيلة ومتسبكة كويس وكمان لونها احمر كده. تركية بقى هتفرق جدا، ان احنا هنسيب التسبيكة دي تبرد تماما قبل ما نضيفها على باقي الخلطة، لان لو ضفتوا التسبيكة وهي سخنة على الرز كده انتوا هتسرعوا من تسوية الرز شوية. ودلوقتي بعد ما الصلصة اتسبكت وبقت تمام، بالنسبة لخضرة المحشي انا هستخدم شبت وكزبرة. كنت غسلاهم كويس ومصفيهم كويس جدا، ما فيهمش ولا نقطة مية. وزي ما انتم شايفين انا بحب اخد الورق بس واشيل العيدان. بنشيل العيدان الناشفة عشان الخلطة تبقى ناعمة وما تضايقنيش في اللف ولا في الاكل. بعد كده هضيف الصلصة في طبق كبير. بعد كده هضيف عليه نص كيلو من الرز المصري، ده مغسول مش منقوع. الرز انا غسلته كويس وصفيته كويس جدا من المية، ولازم تتأكدي ان الرز متصفي تماما من المية، عشان المية الزيادة بتبوظ قوام التسبيكة وتخلي الخلطة صيصة كده مش ماسكة نفسها في اللف. بعد كده هنضيف الخضرة على الرز والصلصة. في تركية حلوة جدا بتخلي طعم المحشي يبقى جميل جدا. هنضيف بصلة مفرومة ناعم ومعاها فلفل أحمر مفروم. البصل لما بيتحط ني في ني كده في الآخر مع الخلطة بيدي طعم مسكر جدا، وريحة قوية بتفضل موجودة حتى بعد السوا. هنضيف كمان نص معلقة صغيرة فلفل أسود ونص معلقة صغيرة كمون، وبعد كده هنقلبهم مع بعض كويس جدا. بالنسبة للفلفل الأحمر اللي استخدمته ممكن يكون فلفل بارد اللي هو الفلفل الرومي، لو مش عايزين يكون حراق. لكن لو بتحبوا المحشي يكون مشطشط شوية ممكن تستخدموا فلفل أحمر حامي أو ممكن هريسة شطة. وقبل ما نبدأ نلف المحشي لازم نجهز الحلة اللي احنا نحشي فيها. بالنسبة للعروق اللي احنا قطعناها من الورق بنقطعها ونرصها في الحلة، وهزود عليها كمان طماطم متقطعة شرايح، وكمان فلفل أحمر وفلفل أخضر متقطعين شرايح. بعد كده بنبدأ نلف الورق. بمسك الرول في ايدي زي ما انتم شايفين، وبقطع منه حتة بالنظر كده على قد صباع المحشي اللي انا عايزاه. بقطعها بايدي عادي جدا لان الورق بيكون مستوي ومظبوط معايا. باخد بقى الحتة اللي قطعتها دي وبحط فيها شوية خلطة كده في النص وابدأ الفها. واهم حاجة ان انتي ما تمليش الورقة رز زيادة. هنسيب مسافة صغيرة فاضية من الطرفين عشان الرز لما بيستوي حجمه بيزيد. ودي بجد من اسهل الطرق اللي ممكن تلفوا بيها محشي الكرنب. ولما بنرصه في الحلة ما نضغطش صوابع المحشي قوي جنب بعض عشان الشوربة تدخل من الفراغات دي وكمان تاخد التسوية المظبوطة. وبالنسبة لتخزين المحشي ما ينفعش خالص تلفي المحشي بالرز بتاعه وتشيليه في الفريزر او تسيبيه فترة طويلة، لان الرز بيتكسر جوه الورق وكمان طعمه بيغير لما يجي يستوي. ولو انت عايزة تجهزي حاجتك وتسهلي على نفسك يبقى تشيل الورق لوحده اللي هي الرولات اللي عملناها، وكمان التسبيكة لوحدها. اما لو عندك عزومة فممكن تعملي حلة المحشي كاملة وتتحمل معانا يومين في التلاجة من غير ما يجرالها حاجة، لكن بشرط ان احنا هنغطيها كويس. هنيجي لأهم حاجة وهي تسوية الكرنب. معايا هنا الشوربة ولازم تكون سخنة.
هضيف عليها معلقتين صلصة ومعلقة كبيرة من السمنة البلدي، ودي من الحاجات اللي بتخلي طعم المحشي حلو جدا. احنا هنضيف الشوربة لعند مستوى الطبقة الأخيرة، وبحب جدا ان احنا نضيف شوربة المحشي بالتدريج، وطبيعي جدا ان الشوربة تغطي اول طبقة مع الغليان، واهم حاجة انك هتهزي الحلة عشان الشوربة تنزل تحت. هضيف كمان شوية ملح صغيرة، واول ما بضيف الشوربة بحط طبق على المحشي عشان يمنع ان الصوابع تفك او المحشي يطلع بره. هسيبه على نار عالية في الاول لعند ما يبدأ يغلي ويشرب الشوربة بتاعته تماما، واول ما احس ان الشوربة نزلت تحت هضيف الغطا وهدي النار خالص واسيبه يكمل سوا براحته. ويا ريت ما تستغنوش عن الطبق وقت الغليان عشان المحشي ما يفكش والرز يفضل جوه الصباع. بعد كده هنغطي عليه وهنسيبه على نار هادية تماما. وهنا كان خلاص المحشي استوى. بالنسبة لمدة التسوية فهي بتختلف على حسب نوع الورق اللي انتوا استخدمتوه، بس بياخد حوالي من 30 دقيقة ل45 دقيقة عشان يستوي براحته والورق يدوب والرز يفلفل. ولو حابين تتأكدوا بتطلعوا كل شوية صباع محشي وتدوقوه، لو لقيتوه استوى فتمام بتطفوا عليه النار وبتبدأوا تغرفوه. وبجد دي أحلى طريقة ممكن تجربوها في محشي الكرنب، لأن طعمه بيبقى حلو جدا وكمان مفلفل. وبكده هنكون عملنا أحلى محشي ممكن تجربوه. ولو وصلتم لعند هنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي، واشوفكم على خير في فيديو جاي.